أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكد أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية. وقال أشرف زكي في بيان رسمي: لقد جاءت اللحظة التي أتخلى فيها عن موقعي ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدها من أجمل أيام حياتي. وأوجه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيد بالدعم والثقة الذين رافقوا طوال فترة خدمته. وختم تصريحه قائلا: أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائما ابنا وفيا لهذا الكيان الكبير، داعما له بكل ما أملك من محبة وإخلاص. يوجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رسالة مؤثرة لأشرف زكي، وقال له فيها: إزاي تعمل كده؟ وجعتني وأنا لست عضو بنقابة المهن التمثيلية، مناشد إياه أن تنازل عن قرار ترك منصبه نقيبا للمهن التمثيلية. وفي رسالته الذي نشرها عبر حسابه على فيسبوك تساءل لمن ستترك النقابة مع احترامي لكافة الأعضاء. وأبرز الجلاد الدور المزدوج الذي يلعبه أشرف زكي، وقال: إنسانيتك بتحتضن مئات الممثلين البسطاء الفقراء والمرضى والمتقاعدين، واحترافك بيدير بذكاء أمور وأزمات النجوم الكبار، فكيف تتركهم في منتصف الطريق؟